السلام عليكم ورحمة الله. معكم نور القاضي، مطبخ نور القاضي. النهاردة هعمل معاكم رز بالخضار والمكسرات، حلوة اوي هيعجبكم. جبت حلة سخنتها وحطيت فيها معلقة من السمنة ومعلقتين كبار من الزيت، وبعد كده نزلت عليها بالبصل متقطع مكعبات صغيرة مش مبشور. حلاوة الرز ده بقى يتاكل مع فراخ مشوية، يتاكل مع بانيه، يتاكل مع لحمة مشوية، يتاكل مع كفتة، مع فراخ معمولة بالصينية ببصل، يتاكل مع اكل كتير قوي حلوة وبيعجبكم جدا. ممكن يتاكل برضو مع لحمة اللي هي بتتعمل في الصينية زي الكفتة كده. انا دلوقتي قلبت البصل كويس لحد ما يدبل، البصل ما يحمرش خالص، هو يدبل بس. بعد كده هنزل بقى بالمكسرات، كاجو ولوز، عندك بندق حطي، عندك عين جمل حطي، اللوز ده مش شايله القشر بتاعه، لان اللوز ده جاي من السعوديه ومتبل بتوابل بهارات كده، فالقشره لازقه فيه قوي، وانا مش عايزه التتبيله الصراحه بتاعته تطلع منه. كده كده القشره اصلا لازقه فيه مش بتتشال، فمش هيأثر معانا في حاجه. انما لو هو عادي ممكن تشيل القشره بتاعته منه عادي. حطيت شويه من الزبيب، الزبيب ده حجمه كبير، ممكن تحطي زبيب حجمه صغير عادي. تديله بقى تشويحة كده كله مع بعضه. اول بقى ما تلاقيه دخل كده في السوا وتحمص المكسرات معاه، هننزل بقى بالخضار. عندي جزر وبسلة وفاصوليا، هن... هنشوحهم كلهم كده مع بعض. كل الخضار ده مش جاهز، انا مفرزاه وعيناه، هبقى انزل معاكم فيديوهات برضو التفريز. ولا الخضار بيدبل في الفريزر ولا بيغير لون ولا اي حاجة، واحسن 100 مرة كمان من الجاهز اللي بيبقى محطوط في اكياس كده ومعلب، ده احلى منه 100 مرة. كل الحاجة فريش وطازة، وانتي اللي منضفاها وانتي اللي جايباها بايدك. هسيبه بقى كده يتحمص مع بعض ويدخل كله في السوا، وبعد كده انزل عليهم بقى بالبهارات، فلفل اسمر
الملح، شوية من الكمون، واخر حاجة بقى نزلت بيها شوية من القرفة. هنقلب كل ده بقى. شكل الخضار مع المكسرات بجد يفتح النفس، والالوان حلوة اوي متناسقة مع بعض. اول بقى ما كله خلاص كده استوى وتحمص، هجيب بقى الرز اغسله كويس من النشا، لازم تغسليه مرة واتنين لحد ما المية من عليه تبقى شفافة. وبعد ما تغسليه وتصفيه كذا مرة، ننزل بقى بيه على الخضار بالمكسرات، وبرضه نديله تشويحة كده. دلوقتي هنزل بالرز اهو، اتغسل وتصفى كذا مرة، هنزل بيه. هحط بقى دلوقتي المية بعد ما اديه تشويحة معاهم، المية تبقى اعلى من الرز بعقلة كده. واول بقى ما يغلي هوطي عليه واقفل الغطا واسيبه بقى يتشرب. غلي اهو، هقلبه كده تقليب. وده شكل بعد ما طلع بجد تحفة وطعمه جميل جدا. جربوه وقولولي، وما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس. سلام يا حلوين، باي.